السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. طبعا كل مرة نستكشف لكم شيء جديد مع تجربة الشخص آخر بتختلف تماما في برنامج الهجرة يا شباب. الليلة معنا أخونا شبلي أصغر جنقاوي ذات في عام 2026. عام 2026 أصغر جنقاوي اليوم نستضيف لكم معنا الشبلي. وأنا يا معلم. عليكم السلام. الخبر؟ والله الحمد لله. الحمد لله. عرفنا عن نفسك؟ اسم الحقيقي مش المبارك، واسم اللقب شبل ميريا. شبلي مريا. يا سلام يا سلام يا شبلي مريا. أنت يا شبلي مريا بعمرك الصغير ده بامبينو ده، انت الفكره بتاعت اوروبا دي نسخت لك كيف واخترتها كيف وخرجت كيف من السودان؟ الفكره دي جابها لك كيف؟ جات كيف انت بعمرك الصغير ده؟ والله الفكرة ده انا من عام 2023 شنو مفكر من طلعت من السودان، جيت في كات هناك في ولاية أبشة، قاعد ده شغال شنو يا ذول. توكلت قلت نطلع من هنا هذول نمشي مغرب، وبقادي ربنا لو سهل لي ممكن شنو نخش اوروبا. وشنو من المغرب في تشات هناك قاعد كده شنو شغال قاعد كده، وشنو من هناك طلعت جيت في نيجر، ومن نيجر جيت في جزائر، ومن جزائر جيت في مغرب شنو، وقاعد في غابة كده ربنا سهل لي وغشيت سبطة. انت بعمرك الصغير ده مرقت كيف من التشات للنيجر؟ ما لقى صعوبات من نيجر لبتاع؟ ما لقى صعوبات؟ والله صعوبات ده في خيته في الجزائر ده كده صعوبات في مع عباس. شارع مو بشوف شارع الدكاتره؟ يا الدكاترة لا ما جد جاي. الجزائر ما لقيت فوق معنا. وانا لقينا له وانا كتير، وربنا وفق لنا وخشينا مغرب وحصلنا هنا الحمد لله. اوكي، في المغرب كانت كيف المعاناه بتاعتك؟ كيف ومن دخولك من المغرب للجزائر كانت كيف؟ والله من المغرب للجزائر كده شنو معانا ما لقينا بقاتي. ما لقيت معانا، لكن في الجزائر جوا في مدن لقينا معانا، وفي غابة ذاته حتى في غابة مروكو لقينا معانا، وبرضه بقادي ذات ربنا سهل لنا وخشيت في غابة قاعد شهرين يعني تقريبا. انت ما دقيت ذاته في برنامج حق الهجرة؟ ما دقوك نهائي؟ ما دقوك؟ لا دقونا في غابة دقونا اسمك. يا غابة في غابة مغرب. في غابة المغرب. اي. وانت حاولت كم محاولة لما كنت في المغرب؟ والله 4 محاولة حاولت، 3 محاولة فاشل، وفي رابدة ربنا سهل لي وغشيت. والمغرب دخلت عام 2000 وكم؟ عام 2026 شهر 1 يوم 4. يا جماعة زول، انت 2026 شهر 1 يوم 4 ده؟ اي 2026 شهر 1 يوم 4. انت ما قعدت كثير في المغرب؟ في المغرب قعدت زي 7 شهور. 7 شهور زول محظوظ. اي والله محظوظ دي انت. والله محظوظ، لكن شنو اي شيء شنو جسمه بس. انت جيت 2025 مش 2025؟ وين؟ في المغرب. في المغرب عام 2025. في 2025. اي. اوكي، ويلا احكي لي الصعوبات في المغرب اللي واجهتك. والله في المغرب ده كده صعوباتنا ده في غابة في جري اسمها العباس، وشنو بيرنفلونا وبيرجونا المدينة، ومن المدينة نجوا في غابة وزي ده كده بس كده خشينا. ما يعني انت صغير كده ما حنوا عليك؟ ما دقوك؟ ما اوه الناس والله شنو عباس كده ما بعرف زول صغير ولا كبير يا اخي، لقيك ده اللي شنو بيبلك بس نهائي بس بدك نهائي بلدة قاعد يا صاحبي. وانت تحملت الدق ده؟ والله انا متحمل. انا شنو قاعد ما بكيت في عمرك ده؟ ما بكيت نهائي؟ ما بكيت. انا شنو في مدينة ذاته في مدن ما قاعد نقعد كتير، شنو في غابة قاعد نقعد شهر شهرين وكده بس يهدي ما خشيت. انت في الغابة تقعد شهر شهرين؟ اكل وشراب ده كيف ده في شهر؟ والله شنو نمشي في مدينة قاعد نمشي نشيلوني جوا، تقعد بس في شهر شهرين عادي؟ شهر شهرين عادي. شغلك ده من برودة بس يا اخي والمطر، ونمشي زي ده بالمطر بس يهدي السلك شنو نشوف عباس لو مشدد نرجو وزي ده كده بس يهدي حصلنا. اوكي، يعني انت لما كنت في الجزائر لا تدخل المغرب، ما اول محاولة كده نجحت معك يعني؟ ما دقوك؟ لا اول محاولة بس. اول محاولة لما دخلت المغرب من المغرب خشيت هناك؟ خشيت في وجدة في عرفات جيت، وبعد ذاك جيت في وجدة مدينة وجدة. اي. كان براك ولا معك ناس؟ لا براي بس. زمان خاشي مغرب شنو 22 نفر. كنت 22 نفر؟ 22 نفر ده من اوائل الناس. انا جيت في مدينة عرفات. براك بالشقة؟ ما خايف؟ ما كنت خايف؟ ما كنت براك انت لو؟ لا ما خايف. انا لما جينا شنو في جبل هناك عشان ننزل شنو، انت لو طلعت في زلط كده اردت زي ده شنو الحكومة المغربية ممكن لو شافك برجعك جزائر. وشنو عنينا 22 نفر زي ده شنو اي ناس قسموا 5 وانا ذاته من الناس ال5 دلك. مشينا شنو مويه عندنا، المويه ده قطع، مشينا لقينا كده شنو قدام لقينا بير كده هناك شربنا مويه، والصغير قال لي شنو انت يتوكل يا ذل لو دار تطلع. انا شنو قمت توكلت جاي بكورين كده شنو، ولقيت شنو السيارة ورفعني جابني في ابو عرفة.
ومن ابو عرفة هناك قاعد كده رقدت يوم الاول يوم الثاني شنو عنده قرش نزل لي تحويله هناك واحد كده اسمه من ود البحري كده ده عنده تحويلات ده اللي لقيته شنو نزلت فيه التحويله وجيت وجده هناك. لما جيت في وجده هناك شنو جيت في كنيسة ومن كنيسة كون مشيت قاعد في مدرسة زي عملت لي 20 يوم والتاني تلت اتجاه خابة وجيت الخابة زي ده انا ما فاهم اي حاجة. مشينا اتجاه مدينة فنيدق كان شارع انينا كلنا صواريخ جينا في خابة وشارع ذاته ما عارفينه قاعدين ندوكشو كده يحدي مشهور رسل لنا موخي شنو جينا في مكان الجونجو. لما جينا في مكان الجونجو ذاته شنو قاعدين كده اخذنا راحة ومشينا اتجاه سلك زمن ده كان في دباب ومشينا شفنا شنو عساكر تل كله مشددين جونجو سامين من سلك بقاته شنو بفكوا واي هذول قلنا شغلة ده ما بقى هذول شنو تاني رجينا هذول في تراكين هذول نمنا بقى واي دقينا ولا دقينا منازل اسمه جو السلك زمن داك زمن الدباب اللي وقته شنو مباشر بيقول له قاعد شنو رجينا تاني مقتازلات قاعدين في التراكين زي ده وشنو يوم التاني اسر كده بيجا وانينا كان قاعدين 4 نفر وسبحان الله انا قلت لهم اراكم اتجاه سلك قال لي هم ما ماشيين هذول شنو انا توكلت براي جاي كده جيت باتجاه الشبكات وهناك لقيتها كده تاني أصدقائي 3 نفر قاعدين معهم كده برضو رقدنا في جبل داك يوم الأول ويوم الثاني شنو مشينا اتجاه شبكات هذول الناس هم ذاته ما عارفين الشالي قالوا شنو لو نتت السلك ده ذاته شنو بقادي تنزل ومشينا كده كلنا هم الناس القدم لكن شنو هم ذاته ما عارفين الطريق لكن شنو ومشينا في خابة هناك قاعدين زي ده واحد بيشرب سيجارة وبقوه كتير هذا قلنا أنا قلت ما داير نقطي أنا ماشي اتجاه سلك هذا مشيت شنو لفيت بجبل موسى وجيت في جبل بتاع جبل موسى اللي عنده البرج ده وجيت شنو نطيت السلك زي ده وتاني قطيت الجبل ده لقيت تاني سلك المغربي لقيته قدامك وبرضه هناك مسكوني واحد شنو عسكري كده واحد هو جايين 4 نفر فاتوا في بحر يستحموا جايين زول ده شاف حنا ليه شنو دار كان وداني فوق اسمك عشان شنو دار يوديني في بكان قيادة حقهم ده وشنو زول ده حنا ليه شنو شاف قال لي امسك الخور دار جوارس قال له هو قال من فاز ذاته شنو انا قال مباشر جيت ذاته شنو السلك ذات دقيت ما لقيت اي زور خشيت في خابة التات جاري ذاته نازل في خابة التات واحد بيه كلب وسكاني زي ده انا زمن دك كمان طبعا ما اعرف بني لاني مشيت زي ده مباشر هذا شناكل ذاته ما فكت بشنكل واحد دقيت زي ده شنو واحد جا دقاني بصوت في ظهري دقاك بصوت في ظهرك انا زول ده عنده دبان هناك في السقاير كده شنو ما لا حسبوه وشنو طبعا زي داك شنو زول مسكوني واحد اداني كفوف 2 كده وبعد داك وداني في بنكي حقهم ده الباك ناس وداني هناك رقدت يوم الاول ويوم الثاني مباشر راشد رنفلوني اتجاه راشدية ومن راشدية تاني رجعت وجده وقاعد كده شنو برضو تاني جيت خابة وبرضو زمن جيت في خابة شنو قاعد في خابة 2 شهر وبرضو يوم داك ذاته ربنا سهل لنا قريب 150 نفر خشينا في خابة اتحاد 150 نفر برضه ولا كان مطر ولا كان في بمطر هاي عساكر عند جنبنا بس لكن ما بقدروا لنا نينا جونجو كتير والناس ودين شنو دقون بأصليات المطات دل انت دقش عليه ولا ما دقش لكن شنو مطر بتجو شنو مطر بتجمع شنو انينا كتار يا زول انينا بعد خشينا شنو ودين دقون بأصليات المطات دل وشنو جام صندوق برا وجونجو كتير مسكوم يا زول انا مطر كاب بزي ده قاعد في سلك الاتحاد تقريبا يومين مطر كابي دي يومين اكل ولا اي حاجه اكل ولا مويه حاجه ما في هذا جو بارد مويه ذاته ما بالشرب جيت مفتش لقيت نوتيلا والنوتيلا شنو اكلته ولقيت هناك اصدقائي ودين كده جو القابه قاعد معهم يوم الاول رقدت معهم ويوم الثاني ذاته قاعدين يوم الثاني ده شنو حكومه جانا برضو بي كلاب ودرون وهم زمان جانا زي ده كمان شنو هنا كلنا فرينا صاحب الواحد مسكوه والواحد ده ذاته سكوه شالو فاتو والواحد فات دقة سلك نزلوا برضو من قرون انا ذاته قاعد شنو شفت ما بقى طلعت جسم حقه شردت شراب القدام وشنو نزلت مشيت دقيت زي ده شنو نحن نفرين وطلعت في قرون زي ده ما قادر نطلع انا لابس بولتلون ما قادر نطلع وشنو جاسبت هدي ما طلعت شنو اسباني جو وبرضو مسكوا رنفلوني زمن تاني رجوني اتجاه تنجر ومن تنجر جيت في راشدية وفي راشدية تاني جيت في كازا وبرضو ذاته شنو قاعد هناك عندي القروش اكلته كملته وما فاهم الويت يا اصل
من صاحبي بس شلت شنو 200 وفي صاحبي الثاني العمران قاعد في خابة ده رسل لي 200 درهم كله 400 وزمن مشيت شنو قطيت تذكرة ب 300 لكن شنو قلت لهم ما عندي جود تمام شنو قطعوا لي ب 200 وزمن جيت في طنجة هناك نزلونا تاني هناك تاكسي تركب ب 150 تمشي وهناك انا ذات قلت لهم من دي 100 بس يا زول زمن عندي قلت لهم 100 شنو زول ده قال لي ما تمشي يا زول ده ربيع حرك ماشي فات شنو قدام وتاني وقف لما حصلته قال لي هات 150 قلت له ما عندي زمان شنو ركبني قدام ما سوا قال لي ونسوا ماشين زي ده بس كده شنو المية ذاته خلى لي قال لي خليتها لك وبعد ذاك مشينا نزلنا ومشينا الخابة زي ده هناك كلنا فرينا وتاني الصابي القديم قاعد معه اول هناك في الكهف ده مشيت لقيته يا زول قلت له بكره نمشي السلك قال لي بكره خلوه بعد بكره في مطر ونمشي يا زول قاعدين زي ده شنو صاحبي داك ذاته فات دكان وانا لقيت صاحبي العمران ده ومشيت معاه هناك في كاب بيت تمام ويوم الثاني جيت شايف صاحبي واحد كده اسمه التيب والتيب ده زول ده شايفه في كرسي ملك زول ده فجر شايفه هذا يا زول قلت الشغل هذا ما بقى وقعدت شويه زي ده شايفه الشيخ ذاته فجر يا زول قلت الشغل هذا ما بقى يا زول خطيتها في حاله زي ده مباشر له في فيسبوك ومباشر شنو مشينا يا خابه يا زول مشينا قربنا للسلك مطر كان في لكن مطر شنو كله 20% كده وزمن مشينا شنو قريب للسلك شنو شايف عباس في ديدبان ما في كان قاعد تيتنينا ما أكدنا له مشينا زي ده قنقر بس مشينا نهنا 4 نفر وشنو عباس جانا زي ده شنو سوباني 3 ده جيرو رجعوا ورا وشنو انا خشيت في خابه كده بيت الخوش في خابه كده صغير خشيت هناك سكام وزمان سكام انا شنو جيت سلك مباشر دقيت سلك المغربي وجيت زي ده في سلك الاتحاد وطلعت ملاسي كلها زول ده قلت شنو التفجير ما نايكو زي داك شنو طلعت ملاسي كله ببوسكر بس دقيته بوسكر بس دقيت اصلا كلها دقيت سلك سلت ملابسه كلها سلت كله دقيت السلك الاتحاد جيت في قرون فوق واحد من بيوت الوسط دل اساكر قاعدين ده واحد قاعد بكورك ليه هذا ونزلت زي جيت في سلك الاسبان فوق مباشر واحد جا قاعد بدوك لسلك تيت بقادي مخاربه وباجي شنو نزلت جريت خشيت في خابو اسبانين جوازل اسبانين طبعا ما شافوني قاعد كده لسوبان رسلت لهم موخي قال لي نجوك يا زول واحد برضو في رسلت له هذا قال لي اقعد بكره نجيب له انا قلت له ببرد ده ما نقدر نتحمل يا زول برضو ده لسه ما جاين في سوباني كده وادين واحد كده اسمه بورما واحد ده كده اسمه منو ده نسيته طبعا برضو زول ده شنو ديل نازل والله ما قصر ديل جارين بس جوني خلال 10 دقيقة كده بس جوني وشنو مباشر ودوني في سيتي زي ده انت مشيتهم يعني كده بس بدون فنينة ببوسكرك بس والله كده بس والله قاعد كده بس يعدي ما بالشوق يديني كله مجروحين وكوريني جسمي كله مجروح طبعا مشخط هم جابوا لي ملابس ونيلين ولبست ومشيت هناك وجيان ذاته ما قادر نكس شنو زمان مشينا قدام هناك جنب السيتي شنو رفوني هذول ودوني في كرسي ملك هناك ادوني طبعا بسكيت اكلته وبعد ذاك شنو عيوني هذول فتح اول ما قادر ذاته نشيف هذول مباشر شنو جو سالوني قال لي عمرك كم يا زول انا كنت قلت لهم عمري 18 سنه هاي وصدقوك برضه هناك شنو سجلوا هذول ودوني في بقن خاسرين ودوني بيت خاسرين بقن خاسرين داك وسيلك الاسبان لسه كده سوا بس وشنو من هناك تاني ودوني في بكان بوليسيا قال لي عمرك كم قلت له عمري 18 المفروض كم اما 2007 شهر 2 يوم 14 سجلت وشنو برضو داك زمان داك هناك شنو خلوني قاعد كويس وجابوني في سيتي طبعا قاعد في سيتي ما جنبه كويس قاعد انا شنو واحد كده مع احمد يوكا قاعد نطلع فيديو زي ده في من غينين ديل كده واحد صورني شنو في تيك توك نشر كتب عمر 12 سنة 11 سنة هذا ونازل طبعا لقوه لما لقوه قال لي انت عمرك شنو ما 18 ما بيصدقوا قال لي نمشي نفحصوك يا زول انا قلت لهم كويس مشينا وفحصوني يا زول جو لقوه عمري 17 يا زول انا قلت لهم عمري 18 بس يا زول انا شنو ودوني في بقن خاسرين قاعد زي اليوم الاول اليوم الثاني مباشر طلعت شنو جيت في سيتي برضو طلعت السلك نزلت خشيت في غرفة قاعد زي ده كاميرا جابني طبعا رقدت يوم الثاني بصباح جوني بدري قبل ما قمت من النوم يا زول من قمت زي اللي لقيت اساكر قدامي هذا قال لي مالك هربت يا زول انا قلت هناك سوداني ما في هناك دلك كله مغاربة انا قلت ما نقعد هناك
مباشر شنو جابوا عساكر كده شنو جابوا أربية ومباشر ودوني في بوليسيات هناك ذات ضغطوني قال لي عمرك إلا تكلم الحقيقة برضو شنو 18 سنة بس ما داير ننقص يا زول. هذا هم فحصوني لقوا سبتار وودوني هناك في مركز الخاسرين وقاعد كده شنو لو قاعد نعمل معاهم مشاكل شنو بزلزال ايام هذول قلت نصبر يا قد ما صبرت شنو جابوني اتجاه جاليسيا في مدينة. صبرت يعني كم شهر؟ صبرت زي شهرين كده. شهرين. جابوني في مدينة جاليسيا ده جنب برتقان طبعا يا زول. هناك ذات شنو السودان ما في مدينة كافة انا بالسوداني وقاعد كده شنو قلت ما انا قلت هنا قعدت زي 12 يوم ولا 13 يوم شنو قمت زي ده بس شنو اتصلت لهم لناس اوروبي هذول انا قلت ما انا قلت هنا بجاي زي ده وشنو مباشر انا شنو يوم الثاني الثالث هذول جيت في محطة جيتار هذول كان رصيد ذاته ما عندي وقلت لهم دار نحاول الرصيد وانا ما بعرف بتكلم لغة اسبانية من مخربيات دل واحد مش شغالين في مركز هناك وداني رصيد حولته زي ده زمن جينا زمن فطور وتوالي قال لي ادخل جوا قلت لهم كويس هم بتخشوا شنو انا كنت جيت في محطة جيتار ودقيت شانسي ويعدي جيت في مديريت في صاحبي كده اسمه الشافي ده استقبلني هناك في بيتهم قاعد يومين كده يعدي من هناك تلت من مديريت جيت في ايران ومن ايران كمان جيت في شنو في بايون خشيت خلاص ده اراضي فرنسية هناك جيتار نزلني في بيون من حدود فرنسا يعدي جابني في بيون هناك وشنو قاعد تاني هناك نزلني قاعد كده وفي جاء جيتار بتاع باريس برضو ركبت جوا وخشيت الحمام قفلت الباب عشان شنو ممكن ما ينزلوني لما عربية جرى كده جاء في مدينة كده اسمه بوردو هناك زمان جاء كده شنو وقف وعساكر طلعوا فوق هذول انا كان ما متأكد شنو قاعد في كرسي هذول طلعت من الحمام قاعد في كرسي شايف عسكري جاء مرة بجنبي ماشي نرجع زي ده بوراه وزي ده مباشر شنو شايف عسكري هناك في الباب والتاني جاي بقدام شنو زول ده جاء مرة من جنبي ده قاعد قدامي يا زول شايف زي ده قاعد عمك كده جنبي شنو خشيت يا زول تيت الكراسي يا زول زمان جو بفتشوا شنو لا انا ما لقوني باتفات كمان تلت قعدت في كرسي نايم كده شنو يهدي ما قمت شنو لقيت نفسي في باريس لما قمت في باريس شنو جيت اتصلت لهم لناس اوروبي وناس اوروبي قالوا اوروبي قالوا ماشي مفودية وزي ده اتصلت له لصاحبي ابو بكر وزول ده جاي شنو استلمني وجابني هناك في مكان الجونغو هذا ولما قاعد معهم وشنو انا قلت لهم دار نطلع كالي الليلة وشنو اوروبي كمان قال لي شنو قال ما ياباني نوديك شنو تعمل لقاء وزي ده وشنو والليلة جينا طبعا. يا سلام. انت لما دخلت جديد هاي لما دخلت اسبانيا جاري كده انت كان مصدق نفسك انك وصلت اوروبا؟ والله ما نسيب ما نسيت لكن شنو انا زمان خشيت شنو لاسبانيا قاعد نسيب ولا هذا قلت بلد الفقر ثاني ما نرجعوا نهاية قلنا له كنت جاري في التراب الاسباني كده لما دخلت من المغرب هناك يا برضه ما مصدق لكن شنو زمان جيت هنا في باريس قال لي انت لو مشيت شنو دار تبسم بشلوك عندي قلت لهم ما دارني بس ما دار تجدير ذاته قلت شنو نمشي هناك يعدي ما ربنا سهل لي شنو نخش في كذا يعني ما دار تقعد هنا النهاية دار تمشي لا ماشي قدام بس ماشي قدام بس والله يا شبلي اوكي يا اخي والله ربنا يوفقك ان شاء الله واتمنى لك كل التوفيق وربنا يسهل عمرك كده ان شاء الله ونشوفك كده في مستقبل زاهر كده يا اخوي ونصدق شنو اللي جنبه والله جنگو ده كده نقول لهم تحياتي لهم شديد وهل يرموا قدامي هذول وجنگو اللي هناك عند الرجال دل المسجلين دل ناس المسكوم دل اي زول هل يشغل اكله ويطلع من البلد ده قباده هناك سجلوا في السودانيين هناك لو جابوك في مدينة ممكن نازل شنو بتخطوك يا زول شنو انت لو عندك تجيرة شنو حاول نزل قروش وشنو اطلع يا زول ايوه قدام بس نقول لكم. يا سلام يا والله ربنا يوفقك يا شباب المدينة نقول لك كل التوفيق لك يا اخوي والله وان شاء الله نشوفك كده إقامة سعيدة كده في الدولة تتمناها كده ان شاء الله ونشوفك كده في مستقبل زاهر في بريطانيا ان شاء الله وتكون مجيد اللغة والله انت بعمرك الصغير ده لسه عندك مستقبل كثير لكن تكون زول شنو انسان ذكي هذا ولا انت تكون زي قدم الصحراء انت عمرك صغير ولا عمرك كبير انت شنو انت تكون زي قدم الصحراء صدق والله يا صاحبي عمري كده انا 17 سنه يا سلام يا اخوي والله ربنا يوفقك يا اخوي ان شاء الله واتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله ونتلاقى معك يا اخوي. ان شاء الله طبعا يا شباب دي حلقه خفيفه من اخوكم شبلي ميريا عرفتوا وان شاء الله نلتقيكم مع شخص ثاني مع تجربه شخص اخر بتختلف تماما في برنامج الهينه. تشاو.